السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم فنون طبخ مع حسنية، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كلكم على خير وبخير. اليوم كما كتلاحظوا ان شاء الله غادي نشارك معكم دوز اتاي من الزمن الجميل كما كنقولوا، الحلويات القدام البسيطه جدا ولكن المذاق رائع بزاف. دوز اتاي اللي صراحه الله اللي كبرنا به صراحه. دوز اتاي هاد الورقه الشجره من الحلويات الرائعه، ولكن غنقدمها معكم بواحد اللمسه اللي كتجي بها لذيذه بزاف ورائعه وبسيطه اقتصاديه، وفي نفس الوقت كتخرج كميه كبيره، واكيد اهم حاجه تكون بنينه وهشيشه بزاف. فكيف ما كتلاحظوا هادو هما المكونات ديال الحلوه ديالنا اللي غادي نحتاجو للحلوه ديالنا، فغنكون كنحضرهم وانا كنذكر معكم المقادير بالتدقيق. كناخذوا قصريه ولا اناء اللي غادي نعجنوا فيه. كناخذوا 250 غرام ديال الزبده كنقسموها على جوج، كناخذوا 125 غرام ديال الزبده. يعني هاد العلبه هذه اللي كتشوفوا معايا فغادي نقسمها على جوج، غادي ناخذ 125 غرام ديال الزبده. فاكيد نتوما الا بغيتو ديروا رابعه كامله تيبقى لكم الاختيار، انا بغيت ندير غير 125 غرام ديال الزبده، واكيد نتوما الا بغيتو تضاعفوا المكونات فكتضاعفوا اكيد المكونات كلهم. كنضيفوا كاس ديال السكر سنيده وكيس ديال الفاني، درنا 125 غرام ديال الزبده، كاس ديال السكر سنيده، كيس ديال الفاني، رشه الملحه، وغادي نضيفوا معلقه صغيره ديال القشور ديال الحامض، هي اللي كتعطيها واحد البنه كتجي رائعه لهاد الحلوه هذه. فكيف ما كتلاحظوا كنحاولوا داك القشور ديال الحامض كانوا عندي في المجمد، فهداك الشيء علاش كتشوفوهم جامدين. نتوما الا كان عندكم طري اكيد كتحكوا الحامضه ديالكم، وكنخدموا الزبده وسنيده مزيان حتى كانت تولي لنا بحال الشكل ديال البوماط كيف ما كتلاحظوا. ومن الاحسن الزبده تكون بدرجه الحراره ديال المطبخ، ما ندخلوهاش للثلاجه بليله قبل باش تسهل علينا الخدمه. كنضيفوا كاس ديال الزيت كالعبار بالكاس ديال العنبه كيف ما كتلاحظوا، كيسان اللي هما عامرين. واكيد كما قلت لكم الا بغيتوا تضاعفوا المكونات فكتضاعفوا الزبده والزيت والسكر، وكتضاعفوا المكونات كاملين. الخميره اللي كتخليوها هي كيف ما كتلاحظوا كنخدموا الزيت والزبده والسكر مزيان حتى كيرجعوا لينا على شكل تاع البوماط. كيف ما كتلاحظوا انا كنسرع شويه الفيديو باش ما يجيكمش طويل بزاف، فالخدمه اللي هي واضحه يعني الفيديو راه هو شرح راسو. هاد الحلوه هذه من الحلويات البسيطه ولكن كتجي بنينه، صدقوني حضروها ما تاخذش الوقت نهائيا، سهله، كتخرج كميه كبيره وكتوجد بسرعه، راه ما كتاخذش الوقت نهائيا. تنضيفوا البيض كيف ما كتلاحظوا جوج بيضات كنضيفوهم وحنا كنخدموا الزبده ديالنا مزيان، تنضيفوهم وكنخلطوهم مزيان مع المكونات اللي كنكونوا خدمناهم مزيان. يعني الطريقه اللي تنخدموا بها الحلويات ديالنا كاملين، نحاولوا ندمجوا داك البيض مزيان مع المكونات ديالنا حتى كيندمجوا لينا مزيان. كيف ما كتلاحظوا تخلط لينا مزيان البيض مع المكونات. فهنايا كنضيفوا الدقيق اللي كيكون مغربل اكيد، وكيس ديال الخمير ديال الحلويات من وزن 7 غرام. كنضيفوا كيس واحد كما قلت لكم، الا ضاعفتوا المكونات فكتخليو الخميره هي ما تحاولوش تزيدوا في الخميره نهائيا. كنضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجين ديالنا. الكميه ديال الدقيق اكيد كتبقى على حساب يعني على حساب العجين، ما نقدرش نقول لكم الكميه شحال لان كل دقيق كتختلف النوعيه ديالو. فمن الاحسن الدقيق كتضيفوه شويه بشويه، والعجين ما خصهاش تكون قاصحه. كيف ما كتعرفوا العجين ديال الحلويات بالخصوص اللي كيكونوا بحال هكا بحال صابلي بحال، فما تيبغيوش نهائيا انهم يجيو قاصحين. الا جاو قاصحين ملي غديروهم في الفران فغادي يتجمعوا لكم. فحاولوا انكم تخليو العجينه ديالكم دائما مرخوفه، ما تكثروش ليها الدقيق بزاف. فغادي تشوفوا معايا في الشكل ديالها كيفاش خاصو يكون، والقوام ديال العجينه كيفاش خاصو يكون. فهذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه في العجين ديالنا، كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش لينا في اليدين،
واخا تنجمعوها تنشكلوها كيف ما بغينا، ولكن ما كتلصقش لينا في يدينا نهائيا وما كتكونش قاصحه. فهنا غادي نشكلوا الحلوه ديالنا. هنا الا كان عندكم الطابع ديال الشجره راه كتسرحوا العجين ديالكم فوق ورق ديال الزبده ولا فوق البلاستيك وكتطبعوا العجين ديالكم بورق ديال الشجره. انا صراحه ما متوفرش عندي فغادي نخدمها كيف ما كنا كنخدموها شحال هادي، يعني الحلوه ديال يعني الحلوه ديالنا قديمه كيف ما كنخدموها يعني شحال من عام هادي. فغادي نخدمها بيديا. كي غادي نحاولوا نشكلوا ورقه ديال الشجره كنديروا كميه اللي هي قليله. الا كان عندكم الميزان في هذه المرحله هذه عبروا كل كويره عبروها باش يجيكم الحلاوي ديالكم مقادين، يجيو وحده بحال اختها، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. كيف ما كتلاحظوا كنشكلوهم بطريقه اللي هي بسيطه، ما كنحتاجوا لا شي طابع. اكيد الا كان عندكم طابع ديال الشجره فغادي تجي في المنظر احسن، وإلا ما كانتش كتشكلوها بحال هكا ما كاين حتى شي مشكل، حتى هي كتجي في المنظر رائعه بسيطه جدا. كما قلت لكم هاد الحلوه هادي بقوه ما هي بسيطه كتجي لذيذه بزاف. فهنايا من بعد ما كنشكلوا الحلوه ديالنا كنحطوها في اللاطات كاملين باش كنسهلوها علينا الخدمه. حتى كنشكلوا الحلوه ديالنا عاد كنفندوها بسنيده كلها، عاد غادي نبداو نشكلوها بهذا المنقاش هذا غادي ننقشوها. اكيد كتساليو الخدمه ديالكم باش كتكون خدمتكم نقيه ومفينيه مزيان. كتشكلوها كلها كتستفوها في اللاطات ملي كتستفوها كتفندوها كلها في سنيده وعاد كتبداو تنقشوها باش كتسهل عليكم الخدمه وفي نفس الوقت كتجيكم الخدمه سهله وما كتاخذش الوقت اللي هو كثير. هنا من بعد ما فندتها في سنيده كلها، السنيده اللي كتكون ما تكونش رقيقه بزاف، من الاحسن تكون غليظه باش تجي باينه في الحلوه ديالنا. فكيف ما كتلاحظوا كنشكلوها على شكل ورقه ديال الشجره اللي معروفه بها هاد الحلوه هادي، وعاد كنعاودوا نقادوها باش تولي لنا على شكل ورقه. كنستمروا بهذه الطريقه هذه باش كنشكلوها على شكل ورقه من الحلويات اللي ما يمكنش ما تكونوش عقلتوا عليهم. كنا كنديروها نص بيض ونص كحل، فاليوم اختاريت انني نديرها غير لون واحد حتى هي كتجي رائعه بزاف. صدقوني غير ما تعكزيش عليها هاد الحلوه هادي، نوضي وجديها راه تتجي غزاله بزاف. فغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي الكميه اللي عندي. واكيد في هذه المرحله هذه انا شعلت الفران تيسخن باش نطيب الحلوه ديالي. كل سيده كتعرف الفران ديالها كيفاش كيطيب. الا كان كتدخلي الحلوه ديالك بلا ما طيب بلا ما تسخنيه ماشي مشكل. بالنسبه للفران ديالي غادي نطيبها في الفران ديال الضو، فلازم ما خاصني نسخنو ضروري وعاد ندخل الحلوه ديالي كطيب. راه ما كتاخذش واحد المده اللي هي طويله. المده اللي خدات ليا في الفران فهي 20 دقيقه حتى كتحمر وتنخرجوها، ما كتاخذش الوقت اللي هو طويل. هنايا من بعد ما كنشكلوا الحلوه ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا، فغادي ندخلها طيب في الفران لمده 20 دقيقه على 190 درجه ونخرجوها كتكون على هذا الشكل هذا. صراحه في الواقع جات احسن ومنظر احسن، غير التليفون ما عطاهاش حقها. كتجي محمره بحال هكا كتجي زوينه بزاف. غير حاولوا ما تفوتوش ليها الطياب بزاف ما تقصحش معكم. حلوه اللي كتجي هشيشه بزاف مرمله كتذوب في الفم. اهم حاجه كتجي لذيذه 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 بمعنى الكلمه. دوز اتاي اقتصادي ساهل سريع كيخرج كميه كبيره غير ب 125 غرام ديال الزبده. خرجت لينا هاد الكميه هذه تبارك الله. صراحه ما حسبتش شحال من حبه، ولكن كتخرج كميه اللي لا باس بها. فنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وطرقكم، وكنصحكم تنوضوا توجدوا هاد دوز اتاي اللي غادي ينفعكم بزاف. شكرا لكم على المتابعه ديالكم تشجيعاتكم، والى وصفه قادمه ان شاء الله.